حبايب قلبي صبوحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني من اخر فيديو. بعتذر طبعا، امبارح ما نزلتش فيديو. في ناس كتير سألت عني، شكرا لكم. شكرا للي سأل عني. النهاردة راجعه لكم بفيديو جديد وروتين جديد. وروتيننا النهاردة هيكون في المطبخ زي ما احنا شايفين كده، مواعين شمال ومواعين يمين وعلى البوتاجاز والمطبخ مكركب. هنحاول نرتب وننظم كده الدنيا ونغسل مواعين مع بعض ونشوف البوتاجاز وهنرتب المكان كده مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، تعالوا بينا كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا للي موجودين معايا واللي لسه أول مرة يشوف القناة. فضل ما تنسوش أختكم بقى من كل أخ وأخت الاشتراك واللايك والمتابعة الحلوة بتاعتكم. واللي موجودين معايا منوريني ومشرفيني، وشكرا لأي حد هيشرف وينور القناة. النهاردة بقى آه، المطبخ عندي حالته حال. صاحية من النوم كده شكله يجيب اكتئاب. والله بجد. موضوع المواعين ده صعب، كل شوية مواعين مواعين. مش عارفة المواعين دي عايزة مننا ايه. فقلت خلاص بقى هلم الدنيا معاكم واروق المطبخ كده معاكم. مش هيبقى ترويق اللي هو بس، قلت هلم الكركبة وهنرتب كده وهشيل المواعين دي وهغسل المواعين وهنظبط كده شوية حاجات مع بعض. المهم بقى طمنوني كده عليكم عاملين ايه، عشان وحشتوني جدا جدا. طيب انا عملت ايه؟ كان في هنا في الحلة دي شوية شوربة خضار. عملوا طبق، قلت خسارة ان هم يترموا، حرام. فشلتهم في التلاجة، ربما يعني الاولاد تبقى حابة ان هي تاكل، او لما يجوع ولا حاجة ادهولهم، حرام يترمي. فخدتهم شلتهم وقلت فضي بقى الاطباق وافضي الحلل وافضي الدنيا كده حواليا واجمع المواعين اللي هتتغسل. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصينيه دي في اتنين، هما انا جبت اتنين او هما موجودين عندي. يعني لما جبت اتنين مع بعض شبه بعض. عايزه اقول لكم حلوين قوي قوي. انا لما ببقى عامله محشي، بحب ان انا ادلق الحله كلها زي ما هي في الصينيه الكبيره دي زي ما بنشوف كده. بجد بحس ان ليها طعم تاني. غير لما بغرف مثلا طبق ولا حاجه، لا. بحس ان المحشي برضو بيبقى يعني زهوته لما نمسك الحله كده نرجها ونقوم دلقين كل المحشي وكل الصوابع في الصينيه بقى، ويبقى البخار طالع كده، الله. فانا بستخدمها في الحاجات اللي زي كده، وبستخدمها برضو في الرز البسمتي لما ببقى عامله حله كبيره رز بسمتي كده. وبدلق الحله كلها برضو على الصينيه، ولو في فراخ او لحمه او حاجه بحطها برضو على الوش برضو. بحس ان الصواني دي حلوه في الموضوع ده. حتى الاكل بيكون ليه طعم تاني واحنا نفسنا بتفتح. التليفون بيرن، ماما. ماما بترن طبعا. معلش بقى يا ست الحبايب، بنسجل. هخلص تسجيل وارجع اتصل بيكي مرة تانية. فاصل ونعود. هنا كنست. وقلت بقى يعني ايه، قبل ما اغسل المواعين اكنس مطرح ما انا واقفة كده، كنست الارض ولميت الكركبة اللي على الرخامة. بما ان الرخامة دي، فاكرين يا جماعة الرخامة اللي هي على المطبخ، يعني اللي هو المطبخ اللي ورايا، الرخامة نفسها، مش الرخامة بتاعة الحوض المواعين، لا، الرخامة اللي هي بتاعة المطبخ نفسه الخشب. فاكرين لما عملت التجديد في المطبخ وفرشت البتاع الورق اللي هو الاسود ده، كان شكلها عامل زي الرخامة السوداء. طبعا مع الاستعمال والسكينة لما باجي اقطع حاجة وكده، والاولاد شايفين ان ده ورق فبيقعدوا يشدوا اللزق، باظت خالص، شكلها بقى ممل جدا. فان شاء الله نحاول نظبط الدنيا قبل شهر رمضان الفترة اللي جاية. انا بس عايزة اقول لكم ان اللي هيفكر انه يجدد حاجة ويحط الورق ده في المطبخ، بجد ارخم حاجة. ما شجعكوش. لو انتوا فاكرين انا كنت عاملة روتين التجديد والتغيير في المطبخ، وكنت عاملة النظام ده، وقلت في جزء تاني. انا مرضتش اكمل الجزء التاني بعد ما استعملت التجديدات والحاجات اللي عملتها. لا، شايفة ان الورق ده ملوش لازمة، وفي ورخم وبيتقطع وشكله بعد كده بيبهت ومش حلو خالص. يعني الافضل ان احنا ممكن ندهن الخشب بتاعنا لون جديد، لكن موضوع الورق ده فعلا بصراحة طلع رخم قوي ومش حلو. عشان كده مرضتش اعمل الجزء التاني من الفيديو. الجزء الاولاني ما شاء الله عدى 100,000 مشاهدة وزيادة، والناس كتير جدا جدا طالبوا بالجزء التاني من تجديد المطبخ. برضو تقريبا كنا في دخلة الايام دي او دخلة العيد الصغير، متهيألي او دخلة العيد الكبير، يعني بقى له شهور.
بس بصراحة مرضتش اعمل الجزء التاني نظرا لان بعد الاستعمال النظام ما عجبنيش. الورق ده مش حلو خالص. طبعا في ناس بتحبه وفي ناس لا، انا ما برجحوش. زي ما انتم شايفين على ايدي اليمين المطبخ الخشب الجزء الاحمر او المطبخ الاساسي الخشب لو فاكرينه بدأ يبان اهو. والرخامة نفسها اللي من فوق اللي اتخربشت واتقطعت وشكلها بقى رخم جدا، مش حلو بصراحة، مش حلو. طيب عملت ايه يا صبوحة؟ زي ما شفنا كده رتبنا ونظمنا الدنيا حوالينا، ولميت المواعين، فضيت الاطباق وفضيت الحلل ولميت شوية المواعين وكنست الارض ولميت الدنيا حواليا، وناحية التوابل كده والسكر والشاي والحاجات دي رتبت الدنيا ولميت اللي ملوش لازمة في الزبالة. وقلت اغسل بقى معاكم شوية المواعين. يا رب كل سنة وانتم طيبين. بما ان احنا في شهر رجب، اول الشهور اللي انا بحبها بصراحة، فكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل الايام اللي جاية كلها خير وبركة عليكم باذن الله. يلا يا صبوحة. انا عايزه اقول لكم لما باجي اغسل مواعين واسجل معاكم ببقى عايزه اجري الجزء بتاع المواعين ده، بحس ان هو يعني خلاص، يعني انتوا عارفين ان انا دلوقتي بغسل مواعين، مش عايزه ابقى اطول عليكم. ولما بعمل الجزء ده سريع في ناس بتزعل، فانا سايبه لكم اهو، سايبه الفيديو براحته خالص وبطبيعته، ما عملتش منه اي حاجه يعني، ولا قصيت منه حاجه ولا جريت منه حاجه، سايبه لكم. عملت شويه المواعين دي وبعدين قلت يعني آه، يعني هطول معاكم في غسيل المواعين، فهعمل معاكم بقى البوتاجاز دلوقتي وبعدين ارجع اكمل المواعين تاني. غسيل المواعين اللي ما بيخلص، عشان بعد كده ما تقعدوش تقولوا الست ما بتعملش حاجة. خليكم بس شاهدين كده اللي بيتفرجوا وشايفين شغل البيت اللي ما بيخلص ده، ما حدش يخش للست يقولها انتي قاعدة بتعملي ايه في البيت طول اليوم. لا، حضرتك بتغسل وبتروق وبتنظف وبتحضر اكل وبتشوف الاولاد. يعني محدش يقول الستات ما بتعملش حاجة في البيت قاعدة قدام التلفزيون وبس، مفيش الكلام ده. والله معايا حتى انا مفيش الكلام ده. اهو شفت لقيت المواعين هتطول مني، انا كده غسلت الاطباق وخلصت شوية حاجات، وبعدين لقيت المواعين بقى كتير لسه هغسل تاني، قلت لا اروح اغسل البوتاجاز. وطبعا الاسبونشة بتاعت المواعين اللي هي اسبونشة سفنج وفي نفس الوقت فيها حتت من السلك، يعني هي 2 في 1. ماشي. سبتها زي ما هي عشان هكمل بيها المواعين. انا خدت سلكة جديدة خالص اغسل بيها البوتاجاز، وش البوتاجاز من فوق، يعني مش غسيل تنظيف عميق يعني البوتاجاز وكده، بس وش البوتاجاز مطرح تحضيرات الاكل ومتوسخ وكده وعايز يتظبط، فقلت نغسله كمان بالمرة عشان يبقى على الاقل المطبخ مترتب يعني وشكله منظم ونظيف. وقلت اعمل معاكم البوتاجاز سريع سريع. هو روتين النهاردة اصلا بسيط وسريع. انا بحب الفيديوهات اللي هي السريعة البسيطة دي عشان ما بتاخدش وقت وما بيبقاش فيها ملل. بحب الفيديوهات بتاعة الروتين اليومي، لان الروتين اليومي دايما ما بيبقاش فيه ضغط يعني. وبحب برضو فيديوهات اللي هي التنظيف السريع، الحاجات اللي زي كده. التنظيفات العميقة بتاخد وقت مني في المونتاج وبتاخد وقت طويل جدا والفيديو بيبقى طويل. بس فانتوا لو حابين فيديوهات طويلة برضو اكتبولي. انا بقالي فترة هو ماشية معاكم، ما بتعداش مدة طويلة عشان محدش يتضايق ويزعل. انتوا لو حابين فيديوهات طويلة اكتبولي وانا معاكم من ايديكم دي لايديكم دي. المهم يا رب الفيديو يكون عاجبكم، مش المهم ان هو يعجبني انا، المهم ان هو يعجبكم انتوا. واكتبولي طبعا رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رأيكم النهاردة في الفيديو بتاع روتين تنظيف المطبخ ده. تنظيف ساعة سريع كده، تنظيف سريع وتنظيم وترتيب. يا رب. اني حاسه ان المطبخ فيه شويه كركبه كده وقلق، يعني مش مريح للعين. انا برضو مصممه ان انا اعمل شويه حاجات في المطبخ بس مش عارفه ابتدي منين. ان شاء الله خير. هنبتدي بقى نكمل باقي غسيل المواعين. طيب كده مفيش حاجه تانية هعملها معاكم. غسلت البوتاجاز ولمينا المواعين، غسلت منها الجزء الاولاني ودلوقتي بغسل معاكم الجزء التاني.
ورتبت الرخامة ورتبنا ناحية التوابل هناك وكنست الارض، يعني خليت الدنيا كده تمام. شفنا في اول الفيديو كده ما كانش مريح للعين ومليان كركبة ومواعين واطباق. لا رتبت كده الدنيا، واخر حاجة بعملها معاكم دلوقتي بكمل باقي غسيل المواعين. يا رب. اهم حاجة نخلينا الدنيا فل الفل وورد الورد، بس مش قوي برضو. طول ما مفيش تنظيفات عميقة يبقى مش قوي. انا برضو مصرة ان المواعين كتير وهتاخد وقت من الفيديو على الفاضي، فانا غسلت معاكم الجزء ده كمان، ولسه في حلة كبيرة وحلة صغيرة وكم معلقة، بس دول اللي في الحوض. قلت اقفل معاكم الفيديو وبعدين ارجع اكملها. فده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وشكرا لكم.